ازيك يا كمان؟ عامل ايه؟ والله شرفتني. استاذ خوليو عامل الجامد، ايه؟ اجمد خالد في كوكب الارض واجمد حبيبي قناه قلبي. افلام في العالم. حبيبي حبيبي. عامل ايه انت الاخبار؟ عامل ايه يا صاحبي؟ الحمد لله. والله يعني انا مبسوط ان انت قابلت الدعوه. يا باشا ده شرف ليا، انت يا نورت باشا المكان والله. اهو. اول واحد، اول ضيف يجي اول في حد يجي في السيت الجديد. الاستوديو. ايوه الديكور انا الجديد. عاجبني، انا اول حد قال لك ان هو عاجبني. انت صح؟ الوحيد اللي قلت لي انه عاجبك. مفيش حد مش عارف ليه، مع انه لذيذ يعني مسرح وبتاع يعني يعني وشويه كده ان شاء الله ونتغير. تلفزيونات وبتاع. يعني انا خد بالك، انا كنت مخدوع في حاجه ان دي طلعت جرين سكرين، الطوب الاحمر. انت كنت فاكرها؟ والله فاكرها طوب احمر عادي. لا فعلا ما كانتش جرين سكرين. بجد. لا بس طب ما كانتش اوكي. جرين سكرين، لا. اوكي. ما كانتش طوب احمر برضه، ما كانت زي لزق لا، كده. ورق. ايوه ورق. ورق طوب احمر. كان عارفه بتاع اللي هو زي اللي زي ده بس. بالظبط كده. هي كده. كان المكان ده كده صح؟ لا ده كان هنا برضه، كان هنا برضه. يعني بدل بقى الابيض ده كان وراه الطوب الاحمر. الطوب الاحمر، وهنا كانت بتاع افلام بتاع. تصدق الديكور القديم كان احلى والله. لا هو تلاقيه وحشك بس. لا والناس انا حاسس ان عاجبها الديكور القديم اكتر. القديم؟ لا بس هو مع اي تجديد وكده بتلاقي برضو الناس بتنتمي بترجع تحس بالحنين كده. لا ايه ده، لا أنا مش هشوف كده. بس قشطه يعني. لا. ان شاء الله اللي جاي يبقى خير، احلى خير. باذن الله. طب يا معلم، بص احنا عندنا النهارده كذا موضوع شيق نتكلم فيه كده، واخد بالك يا باشا اقول. بص يعني في الحلقات اللي زي دي لما باجي استضيف حد او كده بيبقى في مواضيع ثابته، ببقى عايز انا اعرف اكتر ناس ان هم في المجال يعني اوكي. بيفكروا فيها ازاي، اوكي. كنوع من الافاده ليا يعني وللناس بقى عموما، ايا كان لو في حد بقى هيستفاد او لا. اول حاجه كنت انا كلمتك فيها واحنا قاعدين هنا، هو فكره في طريق، يعني انا مش هكلمك برضو في السينما والمصريه بقى وتدهورها، يعني انا شفت ليك لقاءات كتير لا وانت ذاكر فاهم عشان ايه انا زهقت من الكلام ده. خلاص كلنا عارفين المشكله فين عارفين يعني فعلا بجد. والبرافو انك قلت الموضوع ده، ان خلاص يعني الواحد اتكلم بما فيه كفايه في الموضوع ده. فخلينا كمان بقى في المحتوى ذات نفسه، انا بشوف ان هو ممكن يكون اللي فيه الامل شويه انه يغير الناس شايفه ازاي او الناس هتشوف الافلام ازاي. فلو التغيير جه من الناس اعتقد الافلام ممكن تتغير. ده كده اكيد طبعا، الناس هي اللي بايديها كل حاجه بعد ربنا يعني. فانا عايز اعرف بقى منك انت، لما انت بتيجي تعمل حلقه او تيجي تتكلم عن فيلم سيء، بحس عندك حته الايه، كنت انا قلت لك هنا برضو فكره اللي انت بتراعي الناس اللي بتتفرج، او بتراعي انه انت ايه برضو ما تفرضش رايك بقوه على الناس. دي حقيقه. او وجهه نظرك، او ان انت تبقى اللي هو الفيلم ده لا ده وحش ولازم ان انت كمان تشوفه وحش. لا انت بيبقى فيه زي خد ودي، اللي هو ده رايكم يا جماعه وده رايي. دي حقيقه. طب ليه بقى النقطه دي؟ ليه ما يكونش فيه اللي هو ايه، انت فاهمني صح؟ انا فاهم قصدك ايه. قصدك مثلا فيلم زي لا حاجات من الحاجات السيئه ممكن نقولها. هارلي يا عم اقرب مثال. نقول هارلي مثلا، اللي هو ده فيلم وحش، فيا جماعه ايا كان حد بيقول عليه حلو لازم نفهم ان ده حاجه كونتنت وحش او فيلم وحش. انت قصدك ده كده صح؟ انا شايف ان هي برضو هرجع اقول لك الجمهور فئات. جمهور متفرج جدا، حياته الافلام، يدرس افلام، يدرس نقد، يدرس اخراج، يدرس تصوير، حياته الافلام، فبيحب يتفرج على افلام. فشاف بقى اكيد بقى زيك كده مخرجين تقال، بيحب مخرجه، بيحب سكورسيزي، بيحب بره ويحب جوه، يحب الشيف عرفه، يحب شادي عبد السلام، يحب يسري نصر الله، يحب يوسف شاهين، فاهم؟ دول متعمقين. وفي الفئه اللي هي في النص بالنسبه لها الافلام حاجه كاجوال، هيبقى ده برضو بالنسبه لهم فيلم هارلي سيء او مش. وطبعا الفئه اللي انا بقول لك عليها اللي هي بتحب تتفرج وعايزه تدرس وعايزه تعمل كل الكلام ده كده ده بالنسبه شايفينه سيء. في فئه بقى اللي هي بتاعت الفيلم مش جزء، مش حاجه غير حاجه اللي هو ساعتين ومش في مش في اليوم ولا في الاسبوع ولا في ده يوم لما نخرج انا والعيله، ممكن نخرج نخش نشوف فيلم. او واحنا قاعدين حتى في البيت، في عائلات ما بيحبوش يتفرجوا على افلام، يعني مش كيفهم ان احنا نقعد نتفرج على افلام. مثال ان هم كتير كده. لا في كتير، لا دي الفئه الاكبر.
دي الفئه الاكبر طبعا. ليه؟ بمعنى اصح نتكلم بصراحه، هل مسلسل جعفر العمده مسلسل استثنائي كاخراج وكقصه وكتصوير وكدراما وبتاع؟ لا. بس ليه الجمهور كبير وقطاع كبير جدا من المجتمع عجبه المسلسل ده وتعاطف معاه وتجاوب معاه وكل الكلام ده؟ ليه؟ عشان هو للجمهور الفئة العريضة، اللي هي الفئة اللي أنا بكلمك عليها، اللي هي بالنسبة لها أنا أي حاجة. هو عشان كده محمد سامي شاطر، أنا هعرف للجمهور ده، أعرف أشده في ثانية. في ثانية. قصة إيه ده الراجل ده والقوة دي وأربع بتاع ومش عارفة إيه. فأنا بالنسبة لي وخد بالك برضو من حاجة مهمة، الجمهور ده مش معناه الجمهور ده غير متعلم. لا، ما هي دي النقطة. خالي دكتور واستاذ في القانون، والدي دكتور طبيب، هما الاثنين دول مثلا ما لهمش في التلفزيون، ما يعرفوش مين، يعني ما يعرفوش مين. فعلا ما بهرجش، اقسم بالله لو قلت له مثلا ده تامر حسني يا بابا مثلا، يقول لي ده ممثل ولا لعيب كوره؟ هو من الناس دي، هو انا والدي كده فعلا من. لكن لما شاف جعفر العمده مثلا، ايه ده خالي لما مثلا جعفر العمده خرج من السجن قال ده انا قلت الحمد لله يا رب العالمين. فاهم؟ هل ده هو هل هو مش، لا انا ما بتكلمش يا جماعه خالص على جهل ولا بتكلم ان هو مش مهتم. انا بتكلم في ان هو الجمهور اللي هو السينما لا هي في دماغي، مش جزء اساسي في يومي، مش جزء اساسي من حياتي، ولكن لو شفته عايز اتفرج على حاجه سناكسي كده. الجمهور ده برضو لازم يتحط في الحسبان، لان دول اللي بينجحوا ودول اللي برضو، لان بمعنى صح. ليه بقول لك الجمهور ده اللي هو بتاع العيد نزل في لهارلي بعد نجاح جعفر العمده، عايز اشوف محمد رمضان تاني. واحنا العيد بقى خلاص وبتاع، طب احنا ايه الخروجات واحنا في اجازه؟ نخش سينما، هنخش الفيلم اللي كان فيه جعفر العمده، حاجه اجنبي مثلا او حاجه مثلا والكلام ده. مش هخش بقى اخش لي فيلم فلسفي ولا اخش لي فيلم مثلا برغم ان جون ويك طبعا لو اي حد دخل كان هينبهر بكل حاجه، بس ايا كان ايه الفيلم جون ويك نجح برضه. بس ده جمهور برضه لازم يتحط في الحسبان ولازم رايه يحترم. هل وجوده مضايق الفئات التانية؟ يعني اصل وجوده يعني انه الموضوع ده هيطول معانا شويه، او موضوع ان الافلام. بس خد بالك برضو، ما انا هفهمك برضو حاجه. الجمهور ده هو اللي برضو المعظم، انا مش بتكلم في مصر والوطن العربي. الجمهور ده في العالم. الجمهور ده ركز كده، مين ايه الافلام اللي بتجيب اعلى ايرادات؟ سوبر هيرو دي اللي هي بالنسبه لنا اللي هي افلام المقاولات. ليه؟ ما ليه بقول لك افلام طبعا مع كامل الاحترام وكامل دي مقاولات كبيره قوي. لا انا اتكلم على سوبر هيرو موفيز والمارفل موفيز دي حاجه كاجوال لاي حد، يعني ممكن اي حد يخش حتى لو مش متابع الاجزاء اللي فاتت لاي جزء، ممكن يخش هو والعيله ينبسطوا بايه الابهار والاكشن والجمال. يعني حتى مش مهم بالنسبه له القصه او اللي بيحصل او ده مش بالنسبه لي وبتاع، بس برغم ان بره طبعا هم فاهمين ايه القصص ومتابعين الكوميكس ومتابعين، يعني حتى افلام السوبر هيروز بتبقى مكتوبه كويس، فيها شيء من بالظبط. بس كده. الجمهور ده هو المتحكم، هو اللي بيروح، هو اللي بيشتري تذاكر. معنى اصح، مين اعلى اجر ممثل بره؟ زاروك. هل هو دينيرو؟ هل هو باتشينو؟ هل هو توم هانكس؟ هل هو يا عم مش حتى دي كابريو ولا ليوناردو دي كابريو؟ لا، دوين جونسون. ليه؟ لان انا عارف ان دوين جونسون لو عمل فيلم دلوقتي مع كيفن هارت معاه وبتاع يجيب ايرادات اعلى من اي فيلم روبرت دينيرو دلوقتي او الباتشينو. صح. ف ده الفئه الاكبر. هل هناك بره في ناس ممكن هناك بره طبعا كل واحد بيتكلم براحته، وسكورسيزي اتضايق جدا اللي هو انا بحس ان دول ملاهي وبتاع ومش عارفه ايه. ما هي دي بقى الفئه اللي اتضايقت، ما انا بكلمك. ما هي دي الفئه اللي اتضايق، بس بحس برضو يعني الحاجات الانترتيننج والحاجات دي مطلوبه، يمكن دي بس تتعمل حلو. معاك طبعا ان هي لازم تتعمل حلو، لازم تتعمل حلو. العمل الوحش لازم يتقال عليه وحش. انا بقول له وجهه نظري.
انا بشوف من وجهة نظري الفئة الواحد بحب الافلام جدا، واحد عايش طول حياته بتفرج على افلام ودي اهم حاجة في حياتي. انا شايف الفيلم ده من وجهة نظري انا وحش. انت ممكن كواحد من الجمهور خرجت من الفيلم انت واحد شايف كل الكلام اللي انا بقوله ده انا ولا يفرق معايا محمد رمضان بتاع، انا يا عم داخل انا عايز اشوف محمد رمضان جامد. انا عايز اشوفه كده جامد. انت بايخ قوي، انا عايز استمتع. فلازم يحترم لان الاراء، بص هي الاراء تختلف. لازم احنا كمان احنا بالذات نبين ان لا لازم ننشر موضوع ان كل واحد يقول رايه، وان الاراء مش لازم راي واحد صح. ده كده كده. في النقطه دي بقى يعني هننقل ترانزيشن كده سريع. فكره انت ازاي بتشوف الافلام، او انت بتدور على ايه في الفيلم عشان تحكم عليه، اذا كان حلو او وحش او كده؟ يعني بشوف الفيلم ازاي من وجهة لما بخش اشوف فيلم مثلا، يعني بخش اشوف فيلم بشوف اهم حاجه بالنسبه لي انت هتشدني ازاي. قصه اهم حاجه بالنسبه لي. اكيد. بعديها ياتي الاداء التمثيلي وطبعا اهم يعني مع القصه طبعا بعد يعني الاخراج والقصه ثم الاخراج بعديها الاداء التمثيلي. بس انا اكتر حاجه بتشدني في الفيلم القصه، فكره انك انت تعرف تشدني. طيب لو ما عرفتش تشدني من الاول هتعرف تخليني اتحمس لكل المط اللي انا بشوفه ده وتعريق. مثلا ده هيتفل 8 بتاع كوانتين تارانتينو، لو اي حد شافه بعد اول ساعه يقول ماشي حوارات وبتاع بس ها بس انت عشان انت خلاص انت اوريدي عندك ثقه في كوانتين تارانتينو فانت عارف ان في حاجه جايه. لا وحصل مفيش حاجه. ده يا لهوي يا لهوي. انا بحب الفيلم ده جدا، وده مثال كلمه سلو بيرن. يعني ايه فيلم سلو بيرن؟ تاخدك واحده واحده كده. هو ده. فانا بالنسبه لي فكره انا معاك، لكن بقى انك انت تمهد لي وتعمل كل الكلام ده حلو في الاخر تديني على قفايا لا هحطك في السلسله على طول. يعني مش هنهزر. بس انا بشوف برضو عند الناس حته انه ساعات مش بيبقوا مركزين مع القصه، فعشان كده ممكن الناس تحكم على الفيلم ان هو ممل او بطيء. ما دي بقى الاخراج. لا بس يعني انا مثلا كتير فكره انه ما بيبقاش مركز مع الاحداث ذات نفسها، اللي هو يبقى قاعد كده فجاه يلاقي نفسه هنا، فجاه يلاقي نفسه في مكان ما في القصه فتمل في النص. مخرج مش عارف بشوف انا بحسها ان هي مخرج انت هتعمله لي ازاي. مش اصل في ناس كتير بتبقى يعني مثلا اكيد شفت الظاهره ديت، ظاهره ان جاد فادر ممل، ايرش مان ممل، افلام كتير. عارف انت الفئه ديت من الناس، هل ده مش اخراج؟ انت فاهمني؟ يعني ده مش مشكله اخراج قوي، انت فاهمني؟ ممكن تكون العيب في اللي بيتفرج ذات نفسه ان هو مش قادر ان هو يندمج في ما هو على حسب ما احنا هنرجع كده لحته الجمهور. ما هو مين الجمهور اللي هيتفرج على الفيلم ده مثلا؟ مثلا هديك مثال، اخوي ملوش في الافلام، جيمنج وكوره اكتر بكتير. الافلام مش من اهتماماته خالص. شهاب مثلا اللي كان معانا هنا في التيم وماشي، ده واحد يعشق الافلام بطريقه بنت بص، ومن الجيل الجديد برضه هو قدك او اصغر قدك، وبيحب الافلام جدا ويحب الافلام اللي ويروح مهرجانات وافلام المهرجانات ومش عارفه ايه. ايوه بالظبط. ف شهاب ما شافش ذا جاد فاذر. يا شهاب اخويا ما شافش ذا جاد فاذر، بس قلت له لازم تخشوا في اللي هو الانيفرساري اللي هي بتاعت 50 سنه اللي هي هجيلك في النقطه دي. جت اللي هي لسه كانت من السنه اللي فاتت. قلت له لازم دخل. قال لي ده امل فيلم دخلته في حياتي خلاص، لكن انا متاكد شهاب هيقول لي واحد من اعظم الافلام اللي شفتها في حياتي. هي دي الفكره. انا جاي لك في الموضوع ده على فكره. ايوه بس انا فهمت وجهه نظري. فهمت وجهه نظري على حسب انت هتخاطب مين.
هتدي الفيلم ده مين. عشان كده انا مثلا ايه لما بعمل مثلا حلقه بتاعت ترشيحات افلام بدي المليون فئه. لو انت عايز فيلم اكشن جامد موت وضرب يلا اهو الفيلم ده. لو انت عايز فيلم كوميدي تضحك عليه اهو. لو عايز فيلم عميق وبتاع ومحتاج بتاع اهو. لو انت من عشاق افلام اهو. لو انت عايز فيلم فقط عائلي للعيله ليوم الجمعه تتفرج اهو. اعتقد دي حلاوه السينما. بس بالظبط كده. فانت الجمهور اللي بيتفرج عليا ممكن اللي بيتفرج عليا مثلا بتوع افلام وكده بيبقوا من كل الفئات دي. منوع يعني من كل دول فده هيكون فهم مني ان لا ده الفيلم ده هيبقى انا هيعجبني ده. انا هيعجبني ده. حلو جدا. انا هيعجبني ده مثلا. فعشان كده هي الناس كلها مش زي بعض. طب بذكر السينما بقى كنت عايز اسالك عن امتع تجربه في السينما انت او الفيلم ده. امتع تجربه سينمائيه؟ انا عندي الاجابه ثابته. والله والله اوعى تقول لي اللي انت قلت لي عليه من شويه. ايه؟ وانس upon a time. لا مش لا مش كده صح. مش الدرجه. لا امتع تجربه سينمائيه بس هو ممكن نتكلم في فكره اللي هي مثلا امتع تجربه سينمائيه كبصريا. لا كاوفر اول اللي هو وصلت لمرحله. بص هقول لك على اقرب حاجه انا فاكر ان انا وصلت لمرحله اللي هو انا كنت قاعد بتنطط على الكرسي كده. فيلم الفيس بتاع واو. ده من قريب. ده من قريب وانا كنت معاه كنا مع بعض في الفيلم ده. او انا واحد صديقنا تالت قابلناه في السينما صدفه يعني. بس فعلا دي يعني اخر حاجه انا فاكرها. لكن امتع انا مش عارف مش حاضرني حاجه. بس الفيس فعلا انا كنت في الفيلم ده وحاسس ان الفيلم ده مش متقدر. ما فعلا مش متقدر وحلو حتى في موسم الجواز هو خد ما خدش بتهيألي لا كان ساوند تراك حاجه كده وشايف ان اسمه ايه اوستن باتلر كان اجمد من براندون فريزر كمان. تصدق بجد؟ جدا جدا. كنت شايف ان هو يستاهل كمان. عمل مجهود غير طبيعي. انا كنت فعلا بقعد كنت قاعد في الصاله. انا من سعداء الحظ الفيلم ده قعد اسبوع في مصر بس عشان نزل بعديها بقى كان بحبك لتامر والافلام العيد. فتشال الفيس. انا من سعداء الحظ في خلال الاسبوع ده دخلته مرتين سينما. واو. انبسطت يعني. مع جوكر. دخلته اللي هو مره مع مهاب ومره قلت لاهلي لازم تخشوا الفيلم ده. فدخلنا مع بعض. متعه غير طبيعيه. والموسيقى غالبا عشان كده السينما الصوت والسماعات مع الالات ومع لقطه الفيس وهو بيتدرب والحاجات. لا انا عايز اقول لك بقى عن تجربتي انا. جاد فاذر اللي هي السنه اللي فاتت. رهيب. احكي لي. انا اصلا انا دخلته كده وانا دعيت الناس يعني قلت لهم حتى عندي على انت دخلته في الماظة. انا دخلته في سينما زاويه في وسط البلد. انا ما كنتش متخيل يعني. انا انا متفرج على جاد فاذر كتير زي اي حد عموما. بس لما دخلت ومع مشهد البدايه والمزيكا بتشتغل. لا انا في نص الفيلم انت عارف الاحداث ومجمع انت بس عايش. ايوه. في نص الفيلم انا فعلا نزلت على ركبتي كده ورحت عامل كده اللي هو لا مع مش انا لوحدي. عندنا لما الباتشينو بقى مثلا سافر بس زي ما انت تقول المزيكا شغاله وبيز وبتاع. حاجه فكرني بيها بما ان قلت المزيكا. واحد من اهم اذا ما كانش واحد مش عارف من اهم عناصر اي فيلم. طبعا انت شيل المزيكا من اي فيلم انت بتعشقه انت شوف والله انت حتى كانوا عاملين اللي هو الفيديو اللي هو لو غيرنا بقى المزيكا. ايوه غيرنا المود يختلف ازاي تماما. فجاد فاذر حتى مش انا لوحدي كانوا حتى الناس اللي معايا. احنا بعد ما خلصنا كان الفيلم خلص الساعه 12 تقريبا بالليل. شارع فاضي انت خارج مش عايز حد يتكلم. انت عايش ايوه فعلا صح. وتروحت البيت
تلاقيك قعدت تشوف على اليوتيوب حاجات ده. ايوه انت مش مصدق. انا عارف الاحساس ده بيبقى احلى احساس، احلى احساس في الدنيا. وبتعرف ان الفيلم ده نجح ولا لا لما تقعد يفضل في دماغك يومين 3 بعد ما تخلصه. اللي هو يا بخت تفضل الناس اللي عايش حضرته وقتها. ولو تصحى الصبح تفكر فيه تفضل تسيرش عليه. من ساعتها بتمنى ان ايرش مان ينزل. يا رب يا رب ان شاء الله ممكن يحصل. انت شفته ساعات المهرجان ولا شفته نتفليكس؟ انا شفته نتفليكس برضه للاسف. فكرنيش بالموضوع ده. انا اصل الموضوع ده فقره يعني وحوار واتضايقت منه جدا. احكي. بعد نزول ذا ايرش مان ولما اتعرض في دار الاوبرا قلت انا يعني انا بادي اهو بقالي سنه اهو في الشانل. كان بقالي 9 شهور. اوكي. محدش دعاني كده ولا اي حاجه يعني. طب انا استاهل يعني اي حاجه فاهم. فاللي هو محدش هيعبرني كده خالص. فبس على شهر الفيلم نزل شهر 12 2019 على شهر 4 2020 ده كان بعد العرض. بفتح الايميل بالصدفه لقيت ان هم كانوا باعتين الدعوه. يلا الحمد لله. الحمد لله. بس هتحصل ان شاء الله. اشوف السينما يعني. ان شاء الله زاويه تنزله ولا اي حد ان شاء الله. ما تقلقش باذن الله. حزنت والله يعني. المهم خلينا ننتقل معاك لموضوع بقى مختلف تماما. وهو كنت انا برضه حكيت لك عنه هنا، حرقته لك قبل ما نتكلم عنه. السلسله اللي انا بعملها عندي اللي هي ليترال مي كاركترز. السؤال على طول بقى، شخصيه شوف فيها نفسك. شوف فيها نفسي بتحبها يعني. خلينا ما نقفرش شويه. بحب من سواء مسلسلات افلام عربي اجنبي يعني. دي ظاهره منتشره يعني اليومين دول. تعرفها انت؟ ما اصل بص السؤال ده صعب بالنسبه لي في ايه. حبيتها ليه؟ يعني عشان شرير ولا عشان طيب ولا عشان في ناس بتحب. الناس بتحب ما انا عارف الشريرين بالذات الجوكر وكده. الجوكر ايوه انا فاهم. مش عارف. ممكن اقول لك بص هقول لك على مفاجآت حلوه. اول حاجه كشخصيه مثلا انا اقرب ليا جوي بتاع فريندز. اوكي. ده حوار ده طفولتي يعني. انا ده حوار اصلا ممكن تكون اول مره اقوله. مش عارف انا قلته عندي في البرنامج ولا مش فاكر برضه. انا اصحابي يعني انا من مدرسه لحد جامعه انا اصحابي انا النيك نيم بتاعي جو. والناس بتدلعني تقول لي جوجو. واو. ايوه تصريحات حصريه. يعني اصحاب المدرسه واصحاب البتاع لما حد يقول لي يا جو فاهم. لما انا بقى مثلا في المول مثلا حد يقول لي جوي وبتاع خلاص ده واحد انا اعرفه من زمان وحبيبي وبتاع. ليه؟ لان احنا كنا بتربطنا يعني. كنت من وانا صغير انت عارف انا بعشق فريندز بطريقه غير طبيعيه. ولازم حاجه شيء يومي يعني. فانا مرتبط بيهم جدا. كنت على طول بحس ان انا الصاحب السابع بتاعهم على طول. انا عايش في المود ده. فجوي كنت بحس اللي هو احنا زي بعض. بنحب البيتزا. نفسي اطلع ممثل. بيحب الافلام. بيحب البنات. بيحب عالم السينما. بيحب غبي شويه غبي جدا في الحسابات. انا حمار في الحساب. اللي هو بيبقى في وسط اصحابه فاهم. انا شوف معانا ضيف في الحلقه. بص تعالى يا هنا يا ابني تعالى. مالو ده مايلو عادي. كنت معاك في اللي هي الكاركترز دي صح؟ فانا بقول لك دي لقطه جوي. فدي لقطه المراهقه والطفوله. لكن اكتر انا انت عموما نفسك تمثل دلوقتي؟ انا امنيه حياتي من وانا صغير وعمرها ما واو. وبالرغم بقى ان انا جربت ليك تجارب قبل كده المدرسه والحاجات دي مسرح. مسرح يعني. عملت مسرحيه في المدرسه. انا عملت مسرحيه في المدرسه. مش عايز اقول انا كنت قايم بدور ايه عشان انا كده بفضح نفسي جامد. مش مشكله. مش لازم اقول صح. عادي خلاص.
كنت هقول لك ايه، فدي كانت في مسرح، وبعديها عملت اللي هو مثلا ايه، كان مثلا اي حد من صحابي يعملوا مشروع تخرج عارفين ان انا بحب التمثيل فيجيبوك. تعالى انت اللي بنعمل ده هتعمل بقى دلوقتي، دور بنعمل ده بطل دلوقتي كرتون مع والكلام صحابنا. ده. وبرغم برضو ان انا من بعد ما في اليوتيوب بقيت عارف اغلبيه الوسط الفني، ما طلبتش من اي حد حاجه، وما بعرفش اطلب من اي حد حاجه، يعني انا عندي الحوار ده خالص. فلكن اكتر حد ممكن اقول لك اكتر حد اتاثرت بيه، يعني في مش شخصيتين، هم 2 ممثلين. يعني الناس كلها عارفين ان توم هانكس ده اكتر ممثل بحبه، بس في 2 انا اتاثرت بيهم شخصيا جدا، يعني شخصيا جدا، يعني شربت منهم قوي. جيم كاري وعادل امام. واو، دول اكتر 2 اتأثرت بيهم في حياتي جدا جدا، لدرجة ان انا وانا صغير، ودي برضو سر اول مرة اقوله لحد في الحياة، هي حلقة الحصريات. دي حلقة الحصريات دي، ده فعلا انا ما قلتش الحوار ده قبل كده لاي بني ادم. انا من وانا صغير، عارف انت من وانت صغير بتكون عامل نفسك عالم كده. انا نجم، انا اشهر نجم في العالم. ده وانا طفل كده عندي 5-6 سنين، انا اشهر نجم في العالم واسمي جيم كاري. اساسا خلاص. ومن كنت بقى انا مندمج الشخصيه دي، اللي هو ده فيلمي اللي هو بتاع ذا ماسك وايس فنتورا وكده، ولو عجبني فيلم مثلا لميل جيبسون وكيفن كوستنر، ده بتاع جيم كاري. ايوه. ما فيهاش برضه جيم كاري ده اكتر واحد عمل اعمال في التاريخ. فعادل امام بقى من الناحيه التانيه ده بقى طبعا في يومك انت ما ينفعش تعدي يومك غير لما تقول لحد حاجه. لحد النهارده ما في يعني فعلا ده اكتر لا اكتر نجم عربي اتأثرت بيه في حياتي، وما فيش حد هتأثر بيه كده. فعلا من وانا طفل كل حاجه، حركاته بتاع، طريقه الهزار، طريقه ويعني عندي من وانا صغير كده حوار، يا رب اقوم بدور عادل امام. المهم نرجع تاني بقى لفترة اللي هي ما بعد الطفولة. شخصيات ما بعد الطفولة. شخصيات ما بعد الطفولة. الشخصيات الناس بقى دلوقتي ممكن بحب مثلا شخصية اسمه ايه، والتر وايت طبعا. جدا اكيد. الترانزيشن بتاعه بطريقه غير طبيعيه، انا بحب بطريقه، يعني الراجل ده فعلا غالبا اكتر احسن واحد مثل في التلفزيون. تقريبا مفيش حد عمل ترانزيشن بالجنون ده بالانفعالات دي بطريقه غير طبيعيه. انا حبيت برغم ان انا وده كان ترانزيشن يعني مفروض له يعني مش زي مثلا ترانزيشن جاد فاذر اللي هو حصل في فيلم. لا ده يلا ده طويل واحده لحد ما وصل للاخر. يعني انت فاكر الاول الراجل الجبان ده بتاع اخر جزء بيأمر يقتلوا الناس كلها في السجن، يلا واقف مستني فاهم كله يتقتل فاهم، وقالوا خلاص. لا والتر وايت بعشقه. بحب برضو ده، انا هرجعك الطفوله، اصلا برضو مفيش حاجه شخصيه معينه. انا كنت وانا صغير لوك سكاي ووكر ده برضو بحبه جدا. لوك سكاي ووكر ده واحد من ستار وورز القدام، اللي هو المين كاركتر يعني. كنت متأثر بيه جدا، وكان نفسي يبقى عندي السيف الملون الجيداي سورد ده. يا لهوي، واحدة من أمنياتي حتى الآن إن أنا يبقى عندي جيداي سورد وأعمل كده. بيتباع عادي أنا عارف إن هو بيتباع عادي، بس تصدق إنك قلت لي حاجة بس بسيطة جدا، اللي هو أنت في إيه؟ ما جبتوش ليه؟ ما جبتوش ليه؟ والله تصدق هفكر أجيبه النهارده. وممكن شخصية ذا جاد فاذر طبعا. انهي؟ مارلون براندو. وبحب مايكل طبعا، بس مارلون براندو انا عجبتني قصه دون فيتو عموما، عشان كده بربط دون فيتو بمارلون براندو على روبرت دينيرو شويه، عشان القصه دي كلها انا بحبها قوي. بحب الحته دي، الجزء ده بتاع روبرت دينيرو في الجزء الثاني لما الجزء بتاع قصه كفاح وازاي الفلاش باك
بحبها جدا جدا جدا، فانا بحب الشخصيه دي دون فيتو كورليون. في حاجات كتيره جدا طبعا الواحد اكيد مش عشان بيبقى قدام الكاميرا كده فمبيبقاش محضر، فبيبقى ايه اون ذا سبوت. بس هم دول ممكن يكون الشخصيات الابرز يعني في الدنيا. تمام جدا، دول تمام جدا. بص انا بحب افلام المافيا. اوكي، ف عايزين نتكلم شويه عن افلام المافيا. يلا يا ريت، ده انا مخرجي المفضل. بس في المافيا من وجهة نظر بلدنا، فاهمني؟ ايه فيلم عندنا تشوفه فيلم مافيا؟ مع ان انا دايما مش عارف ليه عندي اعتقاد بسبب حبي لافلام المافيا بتاعت سكورسيزي وكده، انه احنا ممكن نعمل حاجه شبه، يعني نفسي نقلدهم بس حتى لو الفيلم هيطلع وحش، بس نفسي نقلد ستايلهم، حتى الجو بتاعهم حلو يعني. جو المكرونه ايوه والاكل وبتاع، الاكل والصوص الاحمر، وتلاقيهم قاعدين بياكلوا في نفس الوقت المسدس محطوط كده، والناس شكل الطليان ده. جو بس انا ممكن اقول لك من النوع المافيوزي بتاعنا، او الجو العائلات والبتاع. ممكن يكون احنا الصعيد مثلا، حاجات الصعيديه، المافيا بتاعتنا. ممكن اشوف اللي هو مثلا اللي هو بيبقوا تجار وعندهم تجاره سلاح، وفي نفس الوقت بيبقى عندهم تجاره مخدرات من الباطن، ويعرفوا علاقات بالداخليه، وفي نفس الوقت بيبقى في مين اللي هيمسك مكان الكبير، والكبير بالك في قصص احنا ما نعرفش حاجات عنها كتير. يعني في ناس حتى عارف انت اللي هم مش عارف ينفع نقول حاجه زي كده اللي هم بياخدوا اتاوه من سواقين الميكروباصات في المواقف. تحس ان الناس دي ما حدش اتكلم عنهم قبل كده، فاهم؟ تحسهم برضو هيد كده مع بعضهم. ففي قصص ناقصانا كتير يعني. لا ده في مليون حاجه. وعالم البلطجه برضو. وفي عالم البلطجه ده مش معناه ان بلطجه زي ابراهيم الابيض او عبده موته. انا بكلمك في عالم بلطجه من ناحيه كبيره. بس ابراهيم الابيض ما يتحطش جنب عبده موته. لا طبعا. انت بتهرج. انت بتقول لي انا كده. بتقول لي لا انا بكلمك بس عشان ما حدش يقول لا قصدي مش قصدي البلطجي، يبقى قصدي النموذج بتاع ابراهيم الابيض او النموذج بتاع عبده موته، اللي هو يبقى بلطجي في الشارع. قصدي انا مش بتكلم في كده، بتكلم بلطجي له نفوذ كبيره جدا في البلد فاهم؟ بيحتاجوه ناس كبيره جدا، بيحتاجوه عائلات كبيره، بيحتاجوه رجال اعمال، فاهم؟ زي فيتو، زي فيتو كده. مين فيتو ده؟ زي دون فيتو. ماشي. ايوه ماشي. اصل انت افتكرتك، اصل انا كنت فاكرك هتقول لي على الاسم، فانا قلت ماشي. طب حلو. جاد فاذر يا عم. ماشي. على ذكر ابراهيم الابيض، شفت انت الاختلافات بين السيناريو الاصلي والفيلم ذات نفسه؟ ما شفتش، بس سمعت عنها. حتى شفت الحلقه بتاعت عمر ابو المجد، مقتطفات كده. شفت الحلقه بتاعت عمر ابو المجد من عينيا، اللي هي ابراهيم الابيض. في الحلقه دي هو قال الفرق ما بين السيناريو والبتاع. طب هل انت شايف ان في حاجات اتشالت كانت مهمه جدا في النقطه دي؟ بقى ايه، نرجع لمين؟ مروان حامد. مروان حامد انا سمعت قبل كده ان انت اتكلمت عنه، يعني ان هو انت شايفه افضل حد في الوقت الحالي. في الوقت الحالي اكيد. وانا برضو يعني عندي نفس وجهة النظر تقريبا، بس بدأت مؤخرا في السينما. مروان حامد بالنسبة لي من وجهة نظري في السينما رقم 1 مروان حامد في الفترة دي. وفي الدراما رقم 1 تامر محسن. عظيم. بس انا بدأت الاحظ يعني من نفسي حتى، يعني بس حاجات كده ممكن تكون تهيؤات ليا، ان مروان حامد ممكن يكون عنده شوية مشاكل في فكرة التحكم في السيناريو، او آراءه اللي ممكن يضيفها على السيناريو اللي بيتعرض له. مشاكل زي دي موجودة في ابراهيم الابيض، وحاجات هو حذفها يعني من نفسه، وحاجات فيها مشاكل والكلام دوت كلنا عارفين. ده غير طبعا دور محمود عبد العزيز ان هو كان اكبر بكتير. واللي هي النرجس اللي هي كانت في اول الفيلم ده، تلاقي واحده ظهرت كده محدش يعرف عنها حاجه. شفت كيرة والجن صح؟ طبعا. في المشهد ده حرقني في الفيلم قوي، اللي هو وطبعا سبويلر اليرت يعني اللي ما شافش الفيلم. المشهد بتاع
كان سيد رجب اه كان لما كان هيخونهم خلاص، اه عارف انت لما جاله أيوة، الراجل أيوة. في السجن ومش عارف ايه. المشهد ده حاسه مبتذل قوي، او حاسه ان هو ايه، انت فاكره المشهد ده تحسه استعجل قوي، او تحس ان في حاجه في القصه. ان هو استعجل ان هو خانهم على طول. تحس ان الراجل كان مصر ان هو ما وبعد كده جه عرض عليه عرض فراح اداله في ثانيه كده. ولا هو عشان عايز يبين لك وبين حاجه من الاول ان هو الراجل ده من جواه مش سالك. ما شفتهاش دي، انا بالعكس. هو بالعكس صح، ده كان باين ان هو لويال جدا. وكان بقى اللي هو بيدافع عن مش عارف كيرا وكده. بس هو باين لك غالبا، قصدي ان هو باين لك ده فيما بعد، ان هو لما حتى حد في الاخر باين بتهيألي برضو عمل عرض لحد، حد عمل له عرض تاني فهو وافق برضو ان هو عادي، هو ما بيفرقش معاه. ف معاك. واقول لك على حاجه برضه، هو كيرة والجن مش افضل طبعا، هو مش من افضل اعمال مروان حامد، هو من، بس انا بحس انه برضه. بس انت السؤال بتاعك اللي هو انت بتتكلم في ايه، في فكره مروان حامد ان ايه برضه، انه عليه شويه ملاحظات كده. ما هو اكيد، ما هو بص، هو ما فيش مخرج مش عليه ملاحظات، بس الملاحظات دي لما بتيجي في القصه والسيناريو بتبقى جامده قوي. بس انا هقول لك على حاجه، انت هو انت بتتكلم في فكره ابراهيم الابيض خلاص. مثلا دي اللي هي البلك مثلا الكبير. انا اقول لك، انا مثلا ايه، اقول لك مروان حامد كانت ايه عيبه في ساعتها وايه دلوقتي. انا بالنسبه لي مثلا ساعتها مروان حامد ممكن يكون ساعتها كان طايش، كان صغير. ده تاني فيلم عمل، بس كان اول فيلم كان عمارة يعقوبيان. ماشي. بس اول فيلم عمارة يعقوبيان. بس يعني انا بكلمك واحد برضو، سيبك من كلامك كسن، الواحد برضو ما كانش الواحد نضج. كان عمارة يعقوبيان كان ابراهيم الابيض كان عنده 29 سنه مثلا، 30 سنه حاجه تقريبا. ف ممكن يكون في عنده حته اللي هو بعد عمارة يعقوبيان وانا مثلت مع عادل واخرجت لعادل امام ونور الشريف وخالد الصاوي وخالد صالح والناس التقال دول. انا شايف كده. وفيلمي الاولاني طلع جامد فشخ برؤيتي، وده غلط ماشي، وان هو كان بس انا عندي حاجه نفسي نعملها وطالب بالحوار ده من خلال البرنامج بتاعك، ان احنا نعمل دايركتورز كات او نعمل كات تانية. احنا ليه ليه مش كده؟ دي موجوده بره كتير دي. احنا ليه مش كده؟ ليه وبتجنن من حاجه ان كل المخرجين يطلعوا مع اسعاد يونس، يطلعوا يقولوا احنا انت عارفه الفيلم ده اصلا 3 ساعات. تقول له والله ده في ساعه كمان من الضحك في الفيلم. والله. طب ليه متخزن في الكمبيوتر؟ متخزن في الكمبيوتر ليه باشا؟ اعمل الفيلم ده 3 ساعات بفيلم قديم. يعني مثلا لو طير انت ده مثلا، في الحاجات الانكت موجوده. سعاد يونس طلعتها اساسا في صاحب انت خش على صاحب، خش دلوقتي على اليوتيوب فتره قريبه هتلاقي طير انت ليه مشاهد ابراهيم الابيض. يعني هل مروان حامد ما عندوش المشاهد التانية دي؟ يعني انا برضو سالت السؤال ده لنفسي، اكيد عنده. طب ليه لا؟ ده انت تكسب جدا، ده انت تكسب، ده انت خلاص. عرض تاني مثلا؟ لا مش عرض تاني، حصريا على منصه. ده حوار ده يا جماعه، حصريا على منصه، النسخه الوحيده لابراهيم الابيض 4 ساعات. واو. طير انت ايا مش طير انت، انا مش قصدي يعني حد من كل حاجه، كل الافلام ليهم حاجات متشاله. حرام حرام فاهم؟ في فيلم، فاكر في فيلم كان بتاع بوشكاش بتاع محمد سعد، بس ده باظ، هم ده بيقولوا باظ يعني طلع حلو. ايوه. لا ده في فيلم اصلا اتصور، ده فيلم تاني اتصور كوبا وطلعت زين. ده مثلا وحصل اختلاف بين محمد سعد والمخرج والخام اتحرق وحوارات. ده مثلا لو كان حصل اختلاف ما بينه وبين المخرج وبتاع وعمل فيلم بوشكاش الاولاني، طب ايه المشكله كنا نشوف برضو بوشكاش التاني ده مثلا؟ هو ده اللي بتكلم فيه. احنا لازم نغير الفكر ده، لازم نغير الفكر التقليدي البحت ده. يا جماعه احنا انت ممكن تكسبه من الافلام اللي اتعملت قبل كده. ببلاش، هي فكره موجوده ببلاش، مش محتاج يعني، انت هتتعب بس مش محتاج. هي دي الفكره. نرجع تاني برضو مروان حامد انا شايف اكبر مشكله ايه ليه دلوقتي، ان انا نفسي اشوفه بيتعامل مع حد تاني. ده مش معناه هو واحمد مراد حققوا اعلى نجاحات في تاريخ السينما. اكيد كيرة والجن وفيل الازرق.
خلاص دول اكتر فيلمين جايبين رقم 1 ورقم 2 اعلى ايرادات في تاريخ السينما. تمام. طيب دلوقتي انا نفسي اشوفه برغم بقول لك عملوا نجاحات كبيره وكل الكلام ده، انا نفسي اشوفه مع مؤلف تاني. انا كيرة والجن بالنسبه لي رائع تصوير وتحفه، اللي هو ده اعلى حاجه احنا عملناها دلوقتي. اعلى حاجه كتصوير وكاكشن وكحاجات حلوه وكجروبات والكلام ده، لكن الفيلم كان ناقصه دراما كتير جدا جدا جدا. كان ناقصه دراما، يعني لو كنا شلنا شويه اكشن دراما كان هيبقى متكامل. عشان كده كان نفسي، يعني مش كان نفسي فيما بعد، نفسي اشوف مروان حامد. اصل ده مخرج برضو قدوته يعني شريف عرفة، هو تتلمذ على ايد شريف عرفة. فهو انا نفسي اشوفك شريف عرفة بقى، يلا وريني يا مروان حامد تعمل فيلم كوميدي. بيقول لك ما تعمل فيلم كوميدي صح، ليه لا، ومع مؤلف كوميدي حلو. ما تعمل، عايزين نشوف اكشن بس. خد بالك بيقول لك في اصلا سيناريوهات يعني زي ما بيقولوا في الدرج كده، كان والده الله يرحمه كاتبها موجوده، ومش عارف تقريبا سمعت خبر ان في حاجه هتتعمل او في حاجه. ده كان في كلام بيتقال على الفيلم اللي هو بتاع وحيد حامد وساندرا نشأت ومحمد سعد، الصحبه الحلوه الصحبه فليه ما يعملش الحاجات دي؟ وانت واكيد ليه الاكسس عليها صح؟ ليه اكسس عليها؟ ده ابوه مش محتاج مش حد هيعترض يعني، هو الوحيد اللي ممكن يعترض فهو ممكن طبعا يستغل ده جدا جدا جدا، بس يعني انا مش بحركه صايعه انا عارف ان هو بيحب ياخد وقته في كل حاجه وبتاع، بس انا عايز اشوف كتير، ومش لازم اعلى بادجت في الدنيا صح مش زي كيرة والجن مش لازم كل حاجه كيرة والجن. طبعا، بس مفيش مخرج ملوش عيوب مفيش ممثل ملوش، مفيش اكيد بالظبط. عايز اختم معاك بموضوع. تختم دلوقتي بس كده؟ لا، في موضوع طويل كده هنتكلم عليه. انا قلت يعني الموضوع الاخير الطويل دوت اللي هو الممثلين اللي انت كنت بتحبهم وانت صغير، زي هنيدي ومحمد سعد، ومين كمان تضيف معاهم؟ احمد حلمي. واحمد حلمي صح. انا احمد حلمي اكتر واحد يعني بحترم دماغه في الثلاثه دول. اوكي، بس كنت عايز اكلمك في فكره ان انت دلوقتي بتشهد سقوطهم للاسف. انا عايزك تكلمنا عن النقطه دي عشان اخش لك على نقطه بعدها كده. هو مش يعني احمد حلمي الوحيد اللي ما سقطش قوي يعني، لانه بيحقق ايرادات. احمد حلمي حتى سيبك من الايرادات، انا بتكلم في فكره رؤيتك انت الشخصيه. طبعا مش بكلم ايرادات طبعا. انا بالنسبه لي الصراحه، برغم ان في ناس برضو يعني ما عجبهاش رايي في فيلم واحد تاني اللي هو بتاعه الاخراني ده، انا شايف فيلم مش وحش يعني، مش من احلى افلام احمد حلمي، بس مش من اقل، مش لا يقارن بالافلام الاخرانيه. لكن في الاول في الاخر مش ده احمد حلمي. انت سؤالك ليه اللي هو ان انا فكره ان انا بشوفهم بيقعوا قدامي. اكتر واحد انا بحسك مقهور وانت بتتكلم عنه. مقهور بسبب 2 بالذات. احمد حلمي ومحمد سعد بالذات. محمد هنيدي متواجد وشغال سوشيال ميديا وبتاع، وفي ناس عاجبهم يعني، في قطاع كبير جدا من الاطفال، وفي قطاع كبير جدا هو بالنسبه لهم هنيدي هو مجرد سوشيال ميديا جاي وناجح جدا في الحته دي ومبسوطين بيه والميمز والحاجات دي، فهو ماشي خلاص، هو واخد الطريق دي. والصراحه انا هنيدي ما بطلبش منه كتير. هو من اول ما ابتدالي هو واحد عمره ما عمل لك فيلم فيه كوميديا دراميه وفي مشهد درامي لا، وفي طبعا بيبقى في افلام اللي هو بتبقى مشهد الدرامي اللي هو بيديك فيها الرساله بيحشرها لك في بقك الكلام ده، لكن قصدي عمره ما عمل لك فيلم مختلف، عمل لك فيلم دراما، عمل لك فيلم في حاجه مختلفه عن هنيدي. لا، هو هنيدي من اول ما ابتدى هو الشاب اللي هيتعرف على بنت عشان بيكون نفسه وحياته وبيحصل له مواقف كتيره مختلفه. يعني ده لغايه صعيدي في الجامعه ده لغايه نبيل الجميل اخصائي تجميل هو. لكن ليه احمد حلمي ومحمد سعد هم بالذات، وبرغم ان محمد هنيدي هو السهم طبعا للجيل ده كله، احمد حلمي لا يوجد واحد في جيله تنوع كده. اوكي صح. واختار قصص حلوه جدا، قصص حلو مظبوط، سواء اذا كان يعني
الراجل شدنا بداية من ميدو مشاكل من بعد فيلم رحلة حب اللي هو ماشي التطور بقى. ده اللي هو أول فيلم ليه وفيلم نجح عشان أحمد حلمي كان متشاف بقاله كتير من أول. بعديها صايع بحر. حلو. ابتدى بقى خلاص الناس بقى ابتدت هنا أحمد حلمي بيعمل أفلام بس ابتدى بقى يجذب الناس. والنجاح الأكبر أصلا أنا بحكي لك على حاجات أنا شفتها بقى بعيني وأنا في المدرسة. أنا عايز ده نجاح غير طبيعي اللي هو احنا خلصنا اللي هو اجازه بقى اللي هو ايه خلصنا الامتحانات في المدرسه ورايحين بقى واحنا اطفال بقى نروح سينما جالاكسي اللي في المانيال فيلم زكي شان. الناس كلها خارجه من السينما صريخ ضحك وقد ايه مبسوطين وبتاع. خلاص. واحمد حلمي بالمناسبه ده اكتر فنان دخلت له افلام في السينما في الحياه. وانا قايل الحوار ده في البروفايل في ناس بتكلمني انت ازاي يعني. اقسم بالله العظيم انا دخلت فيلم كده رضا اكتر من 15 مره في السينما ومطب صناعي 12 مره. ما انا بقول لك كده احمد حلمي كان حاجه بالنسبه لي. التذكره بكام؟ لا التذكره كانت ب 10 جنيه. 10 جنيه دي اللي هي ميد نايت. انت كنت بتزوغ ولا خروجه؟ لا دي مثلا ايه لا اصل مطب صناعي ده انا فاكر ان هو نزل فتره صيف. فكان الصيف طويل اجازه بقى زمان ايام بقى لما كانت الاجازه بتبقى 3 شهور كده. فال3 شهور ده انا بالنسبه لي سينما. اي واحد من صحابي كنا زمان بقى الشله كبيره 20 واحد مثلا فاي واحد من صحابي بقى ايه ده ما شفتش مطب صناعي يا عم تعالى. انا كنت كده من الناس دي وعندي حوار ما بزهقش لو اتفرجت على الفيلم مليون مره. انا كده انا عندي الحوار ده. أنا كده. يعني في ناس مش كده يعني مثلا افاجئك مثلا مهدي مش كده. واو ما يتفرجش على الفيلم كذا مره يعني في وده بوب يعني انا مش بكلمك في حد. أيوة. انا بقول لك ان هي بتتفاوت يعني. انا عندي قدره ان انا اتفرج على فيلم مليون مره في نفس اليوم عادي. وانا ما فيش مشكله جدا. لكن فانا بحكي لك بقى زكي شان بعديها مطب صناعي ده بقى اللي بقول لك ده بقى كان بيك بالنسبه لي اللي هو ضحك. انا عمري ما شفت في منظر الناس كانت في الكراسي اللي قدام. انا كنت على طول بحب اللي هو فيلم لسه نازل وفي فتره عيد بنروح السينما في وسط البلد اوديون مترو الحتت دي. فكانت الناس لقيتهم في الصف الاولاني بيقوموا من الكرسي وبتاع بيقوموا كده اللي هو منظر انا مش ناسيه. يعني في حاجات برضو الواحد عمره ما ينزل وحياة ربنا انا عندي حاجه مش عارف ده مرض بقى ولا ايه ان انا ما بنساش. يعني عندي بفتكر حاجات من وانا صغير جدا جدا. من الحاجات مش انت بتقولي في حاجات عمر ما الواحد ما بينساها كده. انا عمري ما انسى منظر شكل عادل امام في طيور الظلام وانا في السينما وانا متشال وهو لابس الفانيلا فوق الحمالات ايوه وهو ماسك الكوره اللي هي بتكسر اللي هي فتحي اللي هي الكوره شاطها دي وهي بتطير دي. انا كان مشهد بالنسبه لي وانا طفل ده ممكن يكون ده المشهد اللي حببني في السينما او اللي هو انا العالم ده بحبه فاهم. فما علينا معلش انا باخدك في حاجه. لا براحتك. مطب صناعي ايه ده يا جماعه الراجل ده بجد هو ده نجم الكوميديا دلوقتي بيعمل افلام. وفيما بعد على فكره دلوقتي ممكن اتفرج على مطب صناعي ما اضحكش خالص. يعني ممكن ما اضحكش قوي زي زمان. وبالنسبه لي اللي هو لا مش من اكتر افلام اللي احمد حلمي بتفرج عليها دلوقتي خالص. عمل ايه بقى بعديها؟ دي بقى اللي بالنسبه لي اللي خليته انت في حته عاليه قوي قوي لما عمل كده رضا. حتى يعني في مكانه فوق محمد سعد بالنسبه لك فوق لا ساعتها بقى ليه لان كده رضا اعتقد كان ساعتها محمد سعد عامل كركر. فانت بتفهم بقى دماغ كل واحد فين. صح. خلاص. انا وحياة ربع عمري ما انسى وقلت برضو الحوار ده في البروفايل لما خلص كده رضا انا قلت هو احمد حلمي هيعمل ايه تاني؟ يعني ايه اللي هيعلي على الموضوع ده؟ انا عامل اسف على الازعاج. واو. اسف على الازعاج ده بالنسبه لي وبرضو قلتها كتير اكتر فيلم مصري بحبه في اخر 20 سنه مثلا. انا بحب الفيلم ده جدا متاثر بيه جدا. فيلم درامي عمل فيلم درامي سايكوباتي فيه تويستات فيه فيلم خطير. عسل اسود بقى بعديها الف مبروك افلام ايه ده يا حلمي ده. فعشان كده بقى انا متضايق على انت هدرت 10 سنين عارف. وعلى فكره حلمي بيطلعها في رسائل كتيره جدا لما بيطلع في حوارات كتير.
انا فقدت الشغف في فتره معينه، هو يفضل يقول كده، بيقول انا حتى الفيلم الاخراني ده رسالته ان انت لو واحد ما عندوش شغف يرجع الشغف تاني وبتاع. هو تحس ان احمد حلمي وصل لمرحله اللي هو حلو كده، او مش كفايه، انا مش قادر، او مش قادر اعافر بقى في السيناريو واقعد عليه زي زمان ومش عارف ايه، فاستسهل شويه، او بقى ينقي مواضيع عارف ان هو كده كده هنجح، او وصل لمرحله احمد حلمي مفيش فيلم ليه لغايه دلوقتي، برغم ان احنا بقالنا 10 سنين بنقول دلوقتي احمد خيال مآتة اللي هو كل الناس قالت عليه لف ودوران اللي هو بتاع هو الدنيا سمير غانم اللي هم قاعدين في جزيره، وفيلم في قمه. احمد حلمي طلع قال انا اسف، احمد حلمي قال انا اسف ان انا غسلتكم، السنه الجايه اعمل لكم فيلم حلو. فيلم لف ودوران ده على ايرادات في تاريخ حلو لما نزل ساعتها، ساعتها خيال مآتة نزل جاب ايرادات عاليه جدا، مش اعلى ايرادات في العيد ساعتها بس جاب ايرادات عاليه. واحد تاني عدى 70 مليون اخر فيلم ليه، فهو ناجح. وهو ليه ناجح لغايه دلوقتي عكس محمد سعد؟ يعني محمد سعد لو نزل فيلم دلوقتي مش هيجيب 50,000 جنيه. كان اقرب ليه؟ كان هو كسب يا باشا. الكلام اللي انا قلته لك ده دلوقتي مطب اتولدنا بقى زكي شان لعب على كل بتاع راح على بتاع دول بقى الناس اللي عاشوا معاه في الفتره دي زيي كبرت معاه، انا واثق فيه. هفضل كل فيلم اقول احمد حلمي لا هيطلع منه حاجه حلوه، هيطلع منه حاجه حلوه. ما اسمع مني بس، انا الراجل ده انا مجربه، انا عارف الراجل. فانت عمال ممكن بقى بعد سنتين ثلاثه لو فضل بالوتيره دي ما يبقاش تمام. محمد سعد اعلى موهبه في كل دول. واو، اعلى موهبه في الجيل ده كله. مش مفاجاه، اسال اي حد في الجيل ده هيقول لك اكتر واحد موهوب فينا في الجيل ده محمد سعد. بس يمكن ما عملش الادوار اللي تبرز ده. هو عمل انت شفت الكنز؟ دور في الكنز شفت طبعا الكنز، شفت في سينما. دور في الكنز ده يثبت لك مين محمد سعد. عظيم. كل مره اتفرج على محمد سعد في الكنز اقول يا جماعه، ادوس بوز كده اقنعني ان ده بوحه، اقنعني ان ده تتح كاكو، اقنعني ان ده هو ده. لا، انا عامل الحاج اكسلانس. فرق منتاليتي. يعني المشكله طلعت في الشخص ذات نفسه، مش طبعًا. فكره ان هو محتاج يشتغل. طبعا احنا للاسف كنت حاسسها كده. لا، لان احنا للاسف كنت اقول لك ان هم يمكن حاسين ان هم مش عايزين يقعدوا في البيت، او محتاجين يشتغلوا، محتاجين يعملوا اعمال. بس الفكره اللي انا فهمته منك دلوقتي ان هم من جواهم اصلا تفكير واجيال مختلفه يا معلم. انت برضو بتتكلم مثلا واحد زي محمد هنيدي ده ابويا. فاهم؟ انت ما فيش اختلاف بينك وبين والدك كافكار واراء. يعني هو مثلا محمد هنيدي مثلا لو شاف فيلم نبيل الجميل مثلا او الريفيو بتاعي، زي اي اب مثلا هيقول هو فاهم ايه ده مثلا، او ده يفهم ايه ده، يجي جنبي في ايه ده، ولا يعرف ايه ده، ولا بتاع. عكس ايه بقى مثلا من معلومات كتيره جدا وبتتقال على حد عمل كده بس بعد بتتقال ما انا عارف. عمرو دياب يقال ان هو كل الناس اللي حواليه 18 سنه و20 سنه، والكرو اللي حواليه 20 سنه 18 سنه، وبيسمع يعني. بيسمع من دول بس شباب. اوكي، واصل لمين بقى؟ لكل الشباب. بس هي دي الفكره، انك انت لا تتعالى على بالعكس، انا هستفيد، انا بستفيد منك. انت بالنسبه لي واحد بستفاد منه. انا لما هكون عايز اعرف الجمهور الجديد هكلمك انت، مش هكلم هنيدي. اكيد اكيد، برغم انه اكثر طبعا، بس فرق طبعا، بس هي فرق زمن واجيال، وبتخاطب مين وبتعمل ايه. هو مثلا وبرضه خد بالك بيبقى من جواهم اكيد برضه بيني وبينك. تاكد انت عايز تفهمني ان مثلا هو من جواهم منهم من نفسهم مش عايزين يعملوا كده، مش عايزين يعملوا كامباك ويعملوا فيلم. اكيد هم مش عارفين ايه التحبيشه. هم مش عارفين ايه كبسوله الكامباك. اعمل ايه؟ طب ماشي، طب والله، طب انا قعدت اهو يا عم بحاول اعمل فيلم حلو ومش عارف ايه، بس طلع في الاخر فاهم النقطه دي جدا. هي وللاسف احنا عندنا اساسا في الوطن العربي حاجه مشكله كبيره جدا، ان احنا الناس الوحيد اللي في كوكب التمثيل ما بين النجم هو اللي بيختار. فاهم؟ النجم هو اللي بيختار مين المخرج، مين المنتج، مين عكس. بتحصل بجد؟ طبعا
انا سمعت بس ما كنتش مصدق. 1,000,000%. لا مش بيختار المنتج، لا يعني اكيد بيختار يعني الكرو باقي الكرو. طب ثانيه واحده، طب يعني انت بجد يعني، طب مثلا الحاج اكسلانس ده بتاع محمد سعد اللي لسه نازل، يعني انت عايز تفهم حاجه حلوه لا أوي. انت عايز مش عارف كنت سمعتها منك، انت عايز تفهمني مثلا ان ايه يعني ابرام نشأت او اللي قبل ابرام نشأت قال ايه ده المخرج جاله ايه ده الحاج اكسلانس، طب احنا نختار محمد سعد للدور ده؟ اكيد لا. محمد سعد جاب المخرج وقال له انا هعمل كذا، تلاقي المخرج قال له لا مش هتعمل كذا انا عايز اعمل كذا، قال له امشي انت هات لي ابرام نشأت. هو ده اللي حصل، انا بقول لك مش واقسم بالله العظيم انا مش بقول لك انا ايوه انا مش بقول لك، انا مش بحلف لك اللي هو انا عارف الموضوع، انا بقول لك ده اللي انا متخيله، ده الواقع. ابرام نشأت ربنا معايا والله، ربنا يتولاه. ده ابرام فظيع سكورسيزي فظيع سكورسيزي فبس يعني بس انت شايف بقى ايه من الزمن الحالي فكره الكوميديا بما ان اكتر حاجه من الكوميديا بقى اللي هي جايه او قادمه او بتاعت العصر القادمه والجايه والعصر الحديث، وتاكد مني الكلام ده هتيجي من نجوم مش نجوم، هتيجي من ناس مش معروفه، وده اللي حصل، وده اكبر نموذجين ممكن يثبتوا لك الكلام بتاعي ده. البلطو اكتر لا بالطو اكتر حاجتين نجحوا ما بين وبين الشباب وما بين الناس خلال اخر سنتين اكتر من اي عمل كوميدي اتعمل، بالطو واللي على اليوتيوب نص السين. انا سمعت منك دي قبل كده. خلاص صح. ونص السين ده مش كوميديا اي حد يعجبه، ده في ناس كانوا بيسبوا لي قالوا لي ايه يا ابني احنا رحت اتفرجت على نص السين ده، ايه ده ما فهمتش ايه ده ما فهمتش حاجه وايه ده مش كل انا بقع من الضحك لما بتفرج عليه، وعجب ناس كتير، والناس فضلت كتيره ترند نص السين. بالك في اللعبه الايام دي برضه اللعبه، لا دول على قديمه، دول هشام ماجد، دول انا بالنسبه لي دول اللي عملوا ثوره في الكوميديا من بعد هنيدي، جيل هنيدي. هم دول يعتبر الابرز، غيروا نوع الكوميديا، مش نوع كوميديا الموقف ونوع كوميديا الكاركتر والكلام. انا حاسس ان النوع دوت هيعيش اكتر بتاع شيكو هشام. طبعا شوف الراجل بس طبعا انا بتفرج على الراجل العناب لغايه دلوقتي ايوه انت اتفرجت على ورقه شفره لغايه دلوقتي عمرك ما هتزعل لو اتفرجت على اي فيلم من افلامهم القديمه جميله جدا. واللعبه لغايه دلوقتي انا بكلمك، دول انا واثق فيهم، دول يعتبر التوب الكوميديا دلوقتي، بس انا بكلمك فيه الكوميديا اللي هتعمل نقله شيفت. ايه الناس دي هيبقى من الجيل اللي مش معروف، والناس مش والناس واحد انت تشوفه اول مره. يعني عصام عمر طلع قبل كده كتير، بس عصام عمر دلوقتي انت بالنسبه لك اللي هو طب هو هيعمل ايه اللي جاي؟ صح. المخرج عمر المهندس، طب يا ترى ايه بقى العمل اللي جاي بعد بالطو ده؟ فانا معتقد كده، وهتبقى ألم في وش الفنانين الكبار المعتقدين ان احنا السوق في ايدينا. يعني لازم برضه يجي لهم فتره ان هو خلاص لازم الفنانين الكبار اللي انت بتقول عليهم. لا اصل على فكره الفنان ممكن روبرت دينيرو شغال لغايه دلوقتي في الفن، الممثل ممكن يعيش يعني يمثل كتير، لكن هم لعبوها غلط للاسف. ده مشكله جيل هنيدي، يعني جيل هنيدي كان اكتر جيل محظوظ في ان هو فكره ان انت عملت شيفت وجالك عملت حاجه غيرت السينما المصريه، وانك انت من فيلم كان بيحقق 2-3 مليون وصلنا ل 30 مليون والكلام ده، انتوا جات لكم فرصه غير طبيعيه. هم تعاملوا معاه بنجوميه زياده، اللي هو احنا عملنا حاجه ما حصلتش قبل كده في تاريخ السينما، خلاص انا عشان واللي هو غيرة نجاح، اللي هو انا عملت الرقم ده، انا السنه الجايه مش عايز اقل عن الرقم ده اكيد، فانا هعمل السنه الجايه فيلم واحد. ما عكس بقى الجيل المحترم طبعا الجيل ده محترم برضو، مش قصدي ان ده جيل مش محترم، قصدي الجيل اللي اخد الفن بفكره اللي هو انا ما يهمنيش الايرادات، انا يهمني فني وعملي وشغلي وفقط لا غير. نور الشريف، عادل امام، نور الشريف يعملوا 5-6 افلام في السنه، تلاقي منهم 4 عظمات في تاريخ السينما لغايه دلوقتي. خد بالك من عمل غريب في بيتي، شحات ابو كف، وعمل العار في نفس السنه، وعمل
حدوته مصريه، وعمل عادل امام عمل مليون الف حاجه في نفس السنه، وهتلاقي فيلم عمل وباك ده بيبقى بيساعد على نجاحهم، لان كان الفيلم بيتعرض في السينما وفيلم تاني بيبقى في التلفزيون. بالظبط كده، هو ده. وتاخد بالك في نفس الوقت لا، وكمان في فيلم لعادل امام هو عارف ان هو مش هيحقق ايرادات، بس الفيلم ده هيعيش لقدام كتير، ولكن الفيلم وهعمل فيلم كوميدي تاني اللي هو رجب فول صبيح ساخن والكلام ده، عشان ده اللي هيجيب ايرادات، عشان ابقى برضه في الصوره. تفكير تاني ودنيا تانية. الناس كانت بتحب الفن بجد وعايزين، بص ما سعوش ورا النجوميه والفلوس، هم سعوا ورا الفن، وبعد كده الفلوس جريت وراه. عظيم. بس بسطت انا انبسطت جدا، وما حسيتش بالوقت، وعايز اقعد معاك اكتر الصراحه. يعني نكررها مره ثانيه يا باشا، ده انت بيتك والاستوديو بتاعك في اي وقت. حبيبي حبيبي يعني. حاسس اتكلمنا في حاجات جديده. اتكلمنا في حاجات جديده، وانبسطت جدا معاك، ما حسيتش ان قدامنا كاميرا والله، يعني بنتكلم كاصحاب. حبيبي يا معلم، حبيبي انا والله اتشرفت بيك جدا. والله ده الشرف ليا، وربنا ما بعملش حلقات. انا بعملش حلقات مع ناس كتير يعني، وبيبقى عندي كده. ده شرف ليا وحياة ربنا. ارتحت معاك جدا حبيبي يا باشا، حبيبي انت اخويا، حبيبي يا خلود يا جامد يا كوليو. اديني بقى واحده اهلا وسهلا عليكم. ماشي، يلا سلام.